أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك سؤال من قبل المكلف يقول: ما هو حكم المسلوس والمبطون؟ أولا، ما هو المسلوس وما هو المبطون؟ المسلوس الذي يخرج منه الإدرار دائما، يعني ما إلى فترة ينقطع بها أو إلى فترة شيء على شيء، يعني ما يسيطر على إدراره بكثرة. والمبطون وهو صاحب الإسهال. هذا بالنسبة لموضوعه. زين، السؤال يقول: هل يجب التحفظ على المبطون والمسلوس؟ الجواب: يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه أو حفاظة مثلا، ولا يجب تغييره لكل صلاة. نعم، الأحوط وجوبا تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكين منه كما غيره في الحالة الثانية من الحالات المتقدمة.